السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة شروحات إيجي. وخلينا نبدأ الفيديو ده بالصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهاردة جاب لكم لعبة دريم ليك 2019 بمود الأهلي المصري، مود جديد ومود روعة جدا. المود دوت طبعا بيغير لك شكل الغلاف الخاص باللعبة إلى شكل احترافي جدا، ده زاد إنه بيغير لك شكل القوام إلى شكل طبعا صور لعيبة الأهلي، هتشوفوه طبعا لما ندخل على اللعبة. ده زاد إنه بيفتح لك كل اللاعبين في اللعبة دي، يعني أنت تقدر تشتري أي لاعب وتضيفه للفريق الخاص بيك. طبعا يا شباب مصمم المود دوت ساب لكم رابط قناته في اول تعليق، روحوا شيكوا عليها، موجود طبعا فيها مودات كتير جدا هتعجبكم. وخلينا دلوقتي يا شباب ندخل في طريقه تحميل اللعبه دي. طريقه تحميل اللعبه دي سهله جدا، هتحمل برنامج اسمه زي ارشيفر، وكالعاده هسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو. فانت بعد ما بتحمله وتثبته وبتدخل عليه عادي خالص، برنامج زي ارشيفر هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتروح لمجلد اسمه داونلود، هتلاقي الثلاث ملفات دولت، والثلاث ملفات دولت سايب لك الرابط بتاعهم في وصف الفيديو. عباره عن ملف اي بي كي، ملف داتا، ملف او بي بي. هتروح لاول ملف معانا واللي هو ملف الاي بي كي، وهتضغط عليه ضغطه واحده هيظهر معاك قائمه بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتضغط على اول خيار في القائمه دي واللي هو خيار عرض، هتلاقي جواه ملف اي بي كي، هتضغط عليه هيظهر لك قائمه بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتضغط على اول خيار في القائمه دي واللي هو خيار تثبيت. اول ما تيجي تثبت اللعبه هيطلب منك كلمه سر، وزي ما انت شايفين طبعا كلمه السر ظاهره قدامكم على الشاشه. وبعد ما بتكتب كلمه السر على طول فانت بتضغط على حسنا، هيبدأ طبعا يحمل معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت. وبعد ما بيخلص تحميل طبعا هيوديك لواجهة بالشكل اللي دوت. هتثبت اللعبة عادي خالص من خلال انك هتضغط على تثبيت. اللعبة هتبدأ تثبت معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت وبدون اي مشكلة. وطبعا هتطول شوية على ما تثبت، فانا هثبتها وارجع لكم. وزي ما انت شايفين قدامكم اهو ملف الاي بي كي خلص تثبيت، بيقول لك هنا تم تثبيت التطبيق. فبعد كده بتضغط على تم، بعد كده بترجع وبتروح لتاني ملف معانا واللي هو ملف الداتا، وهتضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر معاك قايمة بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتضغط طبعا على خيار استخراج في القايمة دي، بعد كده هتروح لذاكرة الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده هتروح لمجلد اسمه داتا وهتعمل له لصق من خلال الدايرة الخضراء دي. هيطلب منك كلمة سر برضه، نفس طبعا كلمة سر الملف الأول، وزي ما انتم شايفين طبعا اهو ظاهرة قدامكم على الشاشة. وبعد ما بتكتب كلمة السر على طول فانت بتضغط على حسنا، الملف هيبتدي يستخرج معاك. وبعد ما بيخلص استخراج على طول فانت بترجع لذاكرة الهاتف مرة تانية، مجلد داونلود مرة تانية، وتروح لآخر ملف معانا واللي هو ملف الاو بي بي، وهتضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر معاك قايمة بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتضغط على خيار استخراج في القايمة دي، بعد كده هتروح لذاكرة الهاتف، بعد كده هتروح لمجلد اندرويد، والمرة دي هتروح لمجلد اسمه او بي بي، وهتعمل له لصق من خلال الدايرة الخضراء دي. الملف هيبتدي يستخرج معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت وبدون اي مشكلة. بعد ما بيخلص استخراج على طول فانت بتخرج من برنامج زي ارشيفر، وبتفتح طبعا اللعبة من خلال اي بي كي دوت. وطبعا الاي بي كي ممكن يكون عندك مش بنفس الشكل دوت، بس هتلاقي الاسم بتاعه دي ال اس 21. فخلينا نفتح اللعبة. اول ما تفتح اللعبة هنا هيقول لك هل توافق على منح دي ال اس 21 اذن الوصول الى الصور والوثائق والملفات الموجودة على جهازك، فانت تضغط على سماح. وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو اللعبه فتحت بصوره علي معلول الاحترافيه جدا وهو بيحتفل. وطبعا يا شباب الشكل بتاع الغلاف نفسه باللون الاحمر على لسان النادي الاهلي وكده يعني. وزي ما انتم شايفين مكتوب دي ال اس 21. وخلينا نستعرض لكم اول حاجه معانا واللي هو خيار المالتي بلاير. زي ما انتم شايفين يا شباب خيار المالتي بلاير بردك باللون الاحمر وصوره محمود كهربا طبعا اللاعب الاهلي، الشكل بتاعها يا شباب جامد جدا. فخلينا نخرج طبعا من خيار المالتي بلاير ونروح يا شباب لخيار الكارير. وزي ما انت شايفين يا شباب خيار الكارير شكله جامد جدا. عندنا طبعا صورة طبعا اللاعب محمود كهربا، وصورة علي معلول، وصورة طبعا ياسر ابراهيم، وزي ما انت شايفين صورة لعيبة الاهلي. الصراحة الشكل جامد واحترافي جدا، واللون الاحمر والنسر يا شباب الموجود بالجنب الصراحة حاجة جامدة جدا. وزي ما انت شايفين يا شباب فوق اللعبة مهكرة. وخلينا ندخل على التشكيل. زي ما انت شايفين يا شباب عندنا تشكيل الاهلي، عندنا بادجي يا شباب، وعندنا طبعا اجاييه، وعندنا صالح جمعة، وعندنا شباب طبعا حسين الشحات، وعندنا عمرو السولية. عندنا شباب لعيبة الاهلي زي ما انتم شايفين كلاتها موجودين زي ما انتم شايفين قدامكم. فخلينا نخرج طبعا من التشكيل وخلينا شباب نستعرض لكم الاطقم بتاعة النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين يا شباب اطقم بتاعة النادي الاهلي محدثة، زي ما انتم شايفين الطقم الاول، وعندنا الطقم الثاني، وعندنا الطقم الثالث، وطقم الحارس الاول، وعندنا طقم الحارس الثاني، وطقم الحارس الثالث. زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب اطقم الاهلي كلاتها محدثة لسنة 2020 زي ما انتم شايفين قدامكم. فخلينا نخرج طبعا يا شباب من الاطقم. وزي ما
وزي ما انتم شايفين يا شباب هنا الشعار طبعا برضو طبعا شعار الاهلي. فخلينا نخرج طبعا من الشعارات. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان كل اللاعبين مفتوحين، زي ما انتم شايفين قدامكم تقدر تشتري كريستيانو، وتقدر تشتري ميسي، تقدر تشتري محمد صلاح ومبابي، تقدر تشتري اي لاعب يخطر على بالك وتضيفه للفريق الخاص بيك بما ان الفلوس بتاعتك كتيره. زي ما انتم شايفين قدامكم طبعا فلوس كتيره جدا زي ما انتم شايفين قدامكم. فخلينا نخرج طبعا يا شباب من هنا ونروح يا شباب نجرب لكم جيم بلاي عادي من داخل اللعبه. واللعبه ما فيهاش تغيرات في الجيم بلاي ولا اي حاجه، بس خليني استعرضها لكم. فخلينا نبدا الجيم بلاي. وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو دخلنا على الجيم بلاي. فخلينا نتخطى المقدمات وكده يعني. وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو اللعبه مفيش تغيرات خالص في الجيم بلاي. فالى هنا انتهى الفيديو. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش بقى باللايك، اشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بان نزلنا فيديو جديد. يلا يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي ليكم، سلام.